أتعلم يا مؤمن إذا أراد الله أن يعفو عنك ماذا يفعل فيك؟ يضع عليك كنفه ستره فلا يراك أحد إلا هو جل ثم يقول انظر إلى كتابك، أتذكر يوم كذا وكذا، يوم تفعل كذا وكذا وتقول كذا وكذا وتجلس مع كذا وكذا، تقرأ 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 حتى تكاد تهلك. ما ترى أمامك مصيبة، في أشياء كثيرة أخطاء والموقف عجيب، فماذا سنفعل نحن ونحن نقرأ الكتب وهي مليئة بالأخطاء؟ كم اغتبنا وكم كذبنا وكم. العفو أين هو؟ عندما يقول لك الله عز وجل لأنه رأى منك التوبة ورأى منك الصدق ورأى منك التوحيد، فأراد أن يتفضل عليك بفضله جل جلاله، يقول أرأيت هذا كله؟ لقد أبدلناه كله إلى حسن، عفونا.